السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل إخواتي ومتابعيني في الوطن العربي. في فيديو النهاردة إن شاء الله هنتعرف مع بعض على القنوات الأفريقية أو الأثيوبية الناقلة للكان بالمجان. طبعا القنوات دي يا جماعة اللي جايبينها كلها معانا النهاردة كلها ذاعة مباريات الافتتاح، وإن شاء الله القنوات دي هتكمل معانا بإذن الله لنهاية البطولة. يلا بينا دلوقتي نتعرف على القنوات ونشوف تردداتها مع بعض. زي ما شايفين طبعا يا اصدقائي، اول قمر معانا النهارده قمر يوتلسات 9 شرق. قمر يوتلسات 9 شرق. تمام. القمر ده يا جماعه مجاني، والقنوات اللي عليه اللي هنشوفها مع بعض دلوقتي قنوات مجانيه. زي ما شايفين اول قناه معانا يا اصدقائي قناه اسمها تي في تي انترناشونال. القناه دي يا جماعه، وطبعا دي صوره. انا طبعا جايب لكم كل الصور يا جماعه لكل القنوات اللي ذاعت الافتتاح للتاكيد. تمام. دي اول قناه معانا يا جماعه اسمها تي في تي انترناشونال. تمام. وده شعار القناه يا جماعه اللي واضح قدامنا، والقناه طبعا شغاله بدون ادنى مشاكل. تردد القناه طبعا 11900 اتش، معدل الترميز بيكون 27500. القناه بصوره الاتش دي او جوده الاتش دي زي ما احنا كده شايفينها قدامنا. تمام. نيجي للقناه يا جماعه رقم 2 اللي واضحه معانا برضو، القناه شغاله على نفس التردد، قناه او ار تي بي. تمام. ادي القناه يا جماعه شغاله، ودي صوره برضو ان القناه دي ذاعت يا جماعه الافتتاح. تمام. نيجي للقناه رقم 3 برضو، قناه اسمها ار تي اي اهي. طبعا القناه دي يا جماعه ذاعت، وناس كتير عارفه انها ذاعت الافتتاح، وان شاء الله القنوات دي هتكمل معانا. الثلاث قنوات اللي معانا بتردد واحد يا جماعه اللي هو 11900 اتش، بيكون معدل الترميز 27500. وانا جايب لكم كل الصور طبعا وقت ما كانت بتذيع الافتتاح. تمام. ده على قمر يوتلسات 9 شرق، القنوات بصيغه الاتش دي. ننتقل مع بعض دلوقتي للقمر التاني يا جماعه برضو علشان نتعرف على باقي القنوات. زي ما شايفين طبعا يا اصدقائي القمر اللي معانا النهارده طبعا في بعض القنوات اللي هنشوفها مع بعض برضو دلوقتي هي واضحه قدامنا. القمر الهولندي يا جماعه 57 شرق. تمام. القمر يا جماعه 57 شرق، طبعا قمر معروف يا جماعه. ودي القنوات يا جماعه اللي موجوده عليه. طبعا القنوات شغاله زي ما احنا شايفين كده قدامنا، وبرضو انا جايب لكم صوره للتاكيد ان القناه دي يا جماعه ذاعت الافتتاح. تمام. عندنا هنشوف مع بعض اول حاجه يا جماعه قناه اي تي في نيوز. تمام. طبعا القناه يا جماعه نازله بصيغه الاس دي والاتش دي. تمام. ترددهم 11545 بيكون اتش، معدل الترميز 30000. تمام. ده بالنسبه يا جماعه لاول قناه بصيغه الاس دي. وكمان القناه نازله يا جماعه اهي. تمام. برضو بصيغه الاس دي زي الاسم اللي واضح قدامنا اي تي في ان تي. تمام. برضو بصيغه الاس دي. اما القناه طبعا بصيغه الاتش دي يا جماعه. تمام. اللي واضحه قدامنا اهي، طبعا جايبه مباراه حاليا برضو دلوقتي يا جماعه زي ما احنا شايفينها. تمام. دي بصيغه الاتش دي، ترددها 3 وحايد 63 اتش، معدل الترميز بيكون 45000. زي ما شايفين القنوات شغاله على القمر الهولندي. تمام. او قمر يا جماعه دهوك حسب ما بنسميه 57 شرق. تمام. طبعا التعليق يا جماعه بيكون طبعا الناس هتسن على التعليق بيكون طبعا تقريبا انجليزي. تمام. علشان نبقى عارفين. والقنوات دي شغاله بدون نت ولا شفره ولا اي حاجه خالص. ده بالنسبه للقمر التاني اللي معانا النهارده. ادي القنوات يا جماعه بنعيدهم عليكم تاني اهم واضحين. القناه يا جماعه نازله بالاس دي والاتش دي. تمام. بنعيد لكم التردد تاني 11545 اتش، 30000 معدل الترميز. تمام. وتردد كمان اتش دي 3 وحايد 63 اتش، معدل الترميز بيكون 45000. ننتقل مع بعض دلوقتي يا جماعه للقمر التاني طبعا، وكل حاجه يا جماعه بالصور ان القنوات اللي احنا جايبينها كلها ذاعت الافتتاح. يلا بينا ننتقل للقمر التاني. من ضمن برضه اصدقائي الاقمار اللي ذاعت معانا الافتتاح، وان شاء الله برضه القنوات مكمله معانا. قنوات يا جماعه سكاي الصربيه. قنوات يا جماعه سكاي الصربيه على القمر البلغاري 1.9 شرق او 2 شرق. تمام. زي ما احنا شايفين يا جماعه دي طبعا هم 4 قنوات. القنوات يا جماعه مفتوحين مجانا بدون نت ولا اي حاجه خالص. هي دوبك بس انت هتدخل شفره التاندبرج للقنوات وهتفتح معاك. وهنشوف مع بعض برضه شفره التاندبرج للقنوات. هنطلع نشوف مع بعض دلوقتي ايه القنوات. طبعا دي اشاره يا جماعه التردد اللي هو 12380 اتش، 30000 معدل الترميز. القنوات طبعا ظهرت مكان نزلوا مكان قنوات ارينا سبورت. تمام. كان عندنا 4 قنوات ارينا يا جماعه شغالين بنفس الشفره. تمام. لكن كل القصه ان القنوات طبعا اتغيرت. زي ما شايفين طبعا يا جماعه دي اسامي القنوات طبعا.
تمام. عشان تبقوا عارفين احنا طبعا ما غيرناش الاسامي لحد دلوقتي. المفروض ان احنا نمسح التردد ونضيفه من جديد علشان القنوات تيجي بالاسامي بتاعتها. لكن هم لو انت موجود عندك القمر البلغاري وبنفس الاسامي هي ما اتغيرتش، هتلاقيها نزلت مكانها قنوات سكاي. القنوات يا جماعه زي ما شايفين طبعا اتش دي، تمام، وترددهم تاني 12380 اتش 30000 معدل الترميز. والقنوات شغاله برضو، وهي حاليا دلوقتي شغاله يا جماعه. ودي بعض الصور برضو ان القنوات برضو ذاعت الافتتاح. هنخش مع بعض دلوقتي نشوف شفرة التاندبرج. بالنسبة طبعا لو عندك ريسيفر كيو ماكس عبد العال ايا كان النوع اللي عندك، تمام، عشان نجيب يا جماعة شفرة التاندبرج اللي قنوات سكاي على القمر البلغاري طبعا اللي فتحت جديد. بنخش يا جماعة على كلمة التركيب، وبعد كده بننزل عند كلمة قائمة الكودات، تمام، بنخش اوكي. هنا عندنا الشفرات كلها يا جماعة، البيس والباور فيو كله، بنختار شمال ويمين اهو، تمام، لحد ما نجيب يا جماعة اهو. دي الشفرة يا جماعة تاندبرج. اول 4 يا جماعة اهم الواضحين قدامنا، اول 4 دول للقنوات رقم 1 و2 و3 و4، تمام اهم. تمام. لو عندك طبعا الريسيفر بيفك الشفرة او بيضيف الشفرة اوتوماتيك، مش هتحتاج تضيف ولا اي حاجة اهم يا جماعة. انا معلم عليهم طبعا او محددهم. ده طبعا يا جماعة بالنسبة للقنوات اللي ذاعت معانا، وان شاء الله القنوات هتكمل معانا. وبالنسبة طبعا في يا جماعة اقمار تاني، وفي قنوات تاني لكن لسه لحد الان مش متأكدين منها، تمام. يعني في قناة موجودة على القمر الأوروبي، احتمال برضه هنشوفهم إن شاء الله. ولو تأكدنا إن هي هتذيع هننزل لكم برضه ليها التردد. وفي بعض الأقمار إن شاء الله لو ذاعت أو أي حاجة هنوفيكم بكل جديد بإذن الله. ده خلاف طبعا أقمار الشيرنج يا جماعة، لكن احنا بنحب نستعرض معاكم القنوات المجانية للناس اللي ما عندهاش نت ولا أي حاجة خالص. بكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا إن شاء الله، واستنونا في الجديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.